اكتر اشخاص بيكونوا ملهمين للناس هما الاب او الام، واحيانا بيبقى معلم او مدرس بشخصيه قويه او متميزه. اوكي. إيه، بشوف ان ده هما سابوا امباكت قوي قوي. اثروا في سن صغير فكانوا ملهمين اكتر. خلوا الشخص كده زي ما بتقول ايه، يبقى معجون بحاجه منهم. اوكي. وانا شخصيا بصفه شخصيه بحس ده فيا، يعني انا معجونه بشخصيه والدي جدا، يعني الله يرحمه. بس حقيقي انا بحس كتير ان انا وانا بتصرف في حاجه كانه هو اللي قايل لي اعمليها، كانه هو اللي الهمني اعملها. بس هي الفكره بقى في مشكله في السيشنز، انه انت في الغالب بيكون الكلاينت جاي يتكلم عن، او العميل جاي يتكلم عن حاجه مضايقاه، اه، او حاجه بيحاول يصلحها يعني. الاغلب بين مش جين. بالظبط ده غالبا برضو يعني هو سلاح ذو حدين. صح. شخص الاب والام او المدرس او الصديق الاكبر او الاخ الاكبر، إيه، قد ما هم فرصه كبيره جدا ان يكونوا ملهمين، هم كمان نفس الاشخاص اللي ممكن يكونوا سبب في تروما، او سبب في الم، او سبب اوكي. في وجع، او اوكي. سبب في شكوى، او سبب صح. في ان انا مشكله حياتي كلها متوقفه على الاشخاص دول، لانهم الاقرب.